ماتش الاهلي وميدياما، انا اقول لك شوط اول بعنوان احذر الاهلي يرجع الى الخلف. صحيح الاستحواذ مع الاهلي وميدياما بتلعب بس دفاع وبتلعب على الهجمات المرتده، بس الحقيقه لعب الاهلي ما فيهوش اي انسجام. كل المحاولات هي محاولات فرديه، مفيش هجمه منظمه نقدر نعمل منها جون. اللعب ده ادى لميدياما ثقه في نفسها، خلتهم يدخلوا معاك في الماتش. ليه تدي لهم فرصه؟ لازم كولر يعمل تغييرات من اول الشوط الثاني، وما يستناش الدقيقه 70 و80 والكلام ده، وينزل بيرسيتاو وقفشه وعبد القادر. ممكن يعملوا فرق في الماتش، هنشوف هيعمل ايه. مفيش اي حاجه تانية تتقال الصراحه عن الشوط الاول. يلا بينا، ده ميعاد اللايك، ولو ما عملتش اشتراك في القناه ممكن يلا تشترك. يلا مستني ايه؟ بينا على الشوط الثاني. الاهلي الشوط الثاني غير لعبه اتغير وبقى يعتمد اكتر على الباص، فابتدى يفك شويه دفاع ميدياما، وبعدين كولر عمل تغييرات لاول مره في حياته بدري، وده اللي فرق في الماتش. نزل قفشه وتاو، وفرق بقى فيه صانع العاب. لحد دقيقه 66 رفع من امام كهربا بالهيد علشان يبقى الجون الاول للنادي الاهلي.